مساء الخير والعافية، شلونكم بنات؟ كلكم شخباركم؟ إن شاء الله بخير. شلونكم مود الامتحانات؟ رجعت لكم بروتين مال كم يوم، يعني ما أخذت لكم هيك مقتطفات. الجو حلو ومو حلو. حلو يساعد للتنظيف، يسواهس للتنظيف عكس الشتاء بنات. بالشتاء تنظيف يضوج يعني نغسل وهاي، بس هسه الشمس لا سواهس. والمو حلو الحر، لأن الكهرباء يعني بالعراق فاشلة، فهي بسببها إنه إحنا قاعد نكره الصيف. المهم قولولي شلونكم وين الامتحانات؟ أطفالكم بعدهم يمتحنون خلصوا؟ بالنسبة لي فأنا ما عندي يعني امتحانات، ولا عندي مود الامتحانات ولا كل شيء. المهم في صار لي كم يوم كل يومية أغسل لي شغلة، يعني لحاف، بطانية، هيك سواليف. هنا عندي هذا اللحاف غسلته صيفي، وعندي هاي الذرة بنات خليت عليها جبنة شيدر وخليت عليها ملح وبهارات فنجان، لأن هالفترة أني يعني قاعد أعود نفسي إنه على سناكات صحية وكذا. فالذرة يعني تعتبر صحية وبنفس الوقت أقليها بدهن حر، يعني خلي دهن حر شوية. بس شنو أنا هنا مكيفة، يعني قلت هذا هو نجحت. أنا كنت مدمنة بنات على الشامية بالكراميل يابا. هاي شايفين شي سبو ألف بنات؟ أكله هيك على قعدة وحدة، يعني على التلفزيون أو هيك شي أكله كله، ومرات أجيب 2 بنفس اليوم. تخيلوا بس والله طيب يا الله كلش طيب. المهم خليته على النار وظليت منتظرتها. هاي الذرة نوعيتها زينة، يمكن صورتها لكم، بسرعة تستوي. كنت أنا الذرة قبل ما تنجح عندي، بس بعدين عرفت إن هي نوعيات، يعني اكو نوعيات هي فاشلة. مع العلم هي هاي ب500 كوما ظلت عندي، لأن كل يوم أسوي على قدي أنا والأطفال. اي بنات هاي النتيجة النهائية طيبة، بس ما بيها لا طعم جبنة الشيدر ولا الفنجر. جيت هنا أنا عندي جدر دولمة بنات، اكتشفت انه والله التفريزات مريحة، يا رب شقد مريحة. هسه شوي انا عندي اشغال، من اخلص اشغالي انه ببلش افرز. اصلا قررت انه من اسوي مرقة اكثر، يعني اكثر زيادة، احسب حسابي انه اجمد منها، عكس قبل كنت اسوي على قدنا. لان مرات واحد ما له خلق، او اصلا هو هيك يريد بس يعني يطلع تفريزات، مو يطبخ كل يومية. عندي هاي كيكة هالفترة مو نام الظهر بنات، والدنيا يعني حارة وصيف وشي، فنقعد نريد جواعة. احنا نسميها جواعة، اكو ناس يسموها تعلولة. يعني المهم سويت لهم كيكة بطحين الحصة العادي. والله بنات هذا الطحين ابيض وكلش حلو. طبعا انا خليت عليها كيكة وخليت عليها مكسرات، والقالب ترى صغير، يعني هذا القالب ابو الف الصغير كلش، اسوي بيها على مود كل يوم بيومه للاطفال. عندي هذا حمص الوجبة، قلت اذا دخل الكاونتر بعد اتعجز اطلعه، فبنفس اليوم اللي عزلت بيه الوجبة خليت عليه صودة من الليل، وشنو سويت وسلكته بربع ساعة استوى وراح افرزه. هنا أنا طلعنا بالليل. طبعا احنا بالديوان يا بنات ما عندنا اماكن حلوة نروح لها، يعني ايش عندنا مثلا المرح مو حلوة، انا اصلا ابد ما احبها، ما اعرف ليش. ما عندنا يعني اماكن حلوة هيجي، مثل ابسط شي هسه كربلاء نجف عندهم يعني شوارع حلوة، هاي يعني قريبين علينا. احنا ما عندنا، فابسط شي نروح نفتح بالسيارة ونرجع. لو تروحون مطاعم، هي عبارة عن كلها مطاعم. هنا ابني راد بيتزا، جبنا له بيتزا اكل قطعتين وعافها، يعني وهو واخته كل من قطعة. ثاني يوم تريقنا بيها. هنا أنا أطفالي طبعا بنات النهار كلش طويل وما يرضى يخلص صراحة، وصايرة أحيانا وين أخليهم يقضون وقت. هم بالنسبة إنهم ما يطلعون ولا يلتقون ويا أي شخص ولا يطلعون للشارع. من الموبايل أصلا منعته من عنده ولغيته نهائيا نهائي. فشنو أسوي؟ بما إنه حار النشاط الوحيد اللي يحبونه هو الماي، فكل يومية إحنا جايبين الألعاب ونغسلهن. كل يومية نغسل الألعاب ونسبح، يعني أسبحهم بالمسبح وهيك يقضي الوقت. شو نسوي صراحة تدرون أنا متحمسة إنه يصيرون بالمدرسة، أحب الروتين، أحب إنه يصير عندنا هدف صراحة. يعني مرات من أحكي يعني المقربات من يقول لي لا تكرهين حياتك من تصير بالمدرسة يعني جهالك، أقول لهم لا أنا أحب الروتين، أحسن ما هيك ضالين بس نصفن وبس يبكون وما نعرف وين نروح. فإن شاء الله يا ربي أدوا إن شاء الله السنة الجاية روضة، هو مواليد 21 المفروض من ذيك السنة، بس اثنين كنا يعني ما مستقرين فما سجلناه، وكان بروضة أهلية هو قبلها من عمره 3 سنوات، خلص سنة وبعدين عافها. أيام عزوزات العين أخذتنا سوالف ونسيت. سويت من أحمر الجهال أبوهم بالدوام، فحايرة شنو أسوي لهم أكل، فقلت لهم أنا عزمتكم اليوم بالمطعم، عندي هاي الماعين خمطة من أمي. تم خليت لها على قدها التمن، لأن إذا وايد طشرة وأدوا همين خليت له وأكلوا وكيفوا يعني هيك، خليت لهم طبلة. هنا العصرية قلت لكم الوقت ما يرضى يخلص، فقررت أخيط. سويت هاي الدشداشة بنات،
عندي هذا القماش اخذه من ذولا بناتي اللي يبيعون، يعني هاي تظل عندهم زيادة من الطول، فاخذه واسويه هيك التطعيم. هاي اول مرة خيط رياضي، كل مرة انا خيط عدل، من اول ما بلشت خياطة خيط عدل. فالرياضي يعني كان بيها شوية اخطاء في تجربة، يعني اريد اضبطه على مود انزلكم موديلات حلوة. بما انه احنا يعني ما ملاوخين، فباليوم طار مغسلها مرتين بنات وما احب اكنسها. قلتوا ليش ما تكنسيها؟ لان احس يظل تخص يعني هيك رمل وهاي السوالف، اذا مو غسل ما تنظف. اصلا هي ما بيها فايدة، مطرت الدنيا طاح هذا مال الطابوق. صارت عجة اجانا الرمل بيها، يعني الجو مو حلو، بس شو نسوي لازم كل ساعة اغسلها، مع علمي يعني هي صغيرة فما تتعب. دقيقة واحدة، شنو دقيقة، يمكن اقل دقيقة هيك ارشها بسرعة، ونوبة اسويها بهاي شنو بالمكنسة، وبعدها انشفها بالماسحة. شوفوا سبحان الله، يعني اني كنت متحمسة بنات، كان عندي شغلات فجبتهن هسه ميز مال الخياطة وهاي السوالف، فكنت متحمسة انه انزلكم. تخيل بنات بيوم الاجين كنت قاعدة اكنك وانيم بنتي، فكان ابني يلعب ما اعرف بيمن شنو بيده، يعني كانت الغرفة ظلمة، فطق الموبايل، من طقاه انكسرت الزجاجة مال الموبايل. وللأسف هسه ما يصور، هذه المقاطع كلها مصورتها مسبقا يعني، فهسه هو ما يصور، لازم أبدل شاشة. فهاي التاهات المحاسب لها حساب. أني بحثت إذا الكاميرا الأساسية مكسورة لا سامح الله إن شاء الله تطلع ما بيها شي، فتبديلها من 300 إلى 400 ألف تخيلوا. وإذا بس الزجاج الخارجي فيكلف من 30 إلى 70 ألف حسب المحل يعني. فإن شاء الله يا رب تطلع الزجاج يعني البرة مكسور، وهي أعتقد هو الزجاج البرة لأن التصوير مغوش. فيلا الحمد لله على كل حال، بهاي ولا بغيرها ضجت أنا صراحة، بس شو أسوي. المهم اكو بنية متابعتي كاتبت لي فوائد ومخرها الخشبة وخلي السيراميكا مريحة احسن لك وما توصل حرارة واسهلش بالتنظيف. صعدت فوق لقيت بنات اخر وحدة، تخيلوا يعني هيك زوجة مساعدها، يعني من هاي كبيرة وبيضة، فقلتها يلا نزلتها. وحدي كانت كلش ثقيلة بس نزلتها، جيت هنا وخرت هاي الخشبة، نظفت الطبلة. ايه فحابة اسألكم سؤال. شوفوا بنات، انا ما احب الفيديو مالتي يكون بس يعني سويت هيك، ما ادري ليش هاي البيئة ما يخليني يعني احب اتناقش وياكم، احب اسولف وياكم. فهالمرة اريد اسألكم سؤال بنات، شنو الشي اللي تحسين لو صار بحياتك او انت حققتي بعد هذا وما تردين شي غيره ابد، يعني تحسين تكمل حياتك بيه؟ اريد اشوفكم، اريد اشوف كل شخص وتفكيره، وكل شخص وشنو يريد وشنو يحب. بالنسبة لي انا احس تكمل حياتي من ابطل اهتم لاراء الناس. يعني شوفوا تدرون انا هسه مرات يجيني كم تعليق سلبي افكر انه اسد القناة، والله جديات يعني انا انسانة اهتم من رأي الناس، اظل افكر بيه حتى لو ما اسوي، بس اظل افكر بيه، وخاصة الناس المقربين مني. فاحس اذا وصلت مرحلة انه اني اطنش فراح امشي يعني احقق كل اللي انا اتمناه، بس اعوف هاي السالفة الحمد لله والشكر. اكو اهداف ثانية يعني اتمنى انه هي تتحقق عندي، واذا صارت عندي راح تكمل حياتي. فبس ما اريد اجيب لكم طار المادة لان انتو كافي فواضل، لا تسولفينا على الفلوس كافي، بس هي يعني هاي يلا كافي بنات، هاي قد ما اهتم لآراء الناس. وهاي النتيجة النهائية. شنو رأيكم؟ كلش حلو، عاشت ايدي ومو، وشكرا للبنوتة الحلوة همين نصحتني بهذا الشي. حلوة بنات، صار لي كم يوم مسويتها مستخدمتها، احسن من ذيك الخشبة، وتنظيفها كلش حلو. حسباك يعني هيك يعني كاونتر هاي جرانيت شو اسمها هاي فوق نسيتها. هنا همينة اجيت اسوي شنو كيكة بنات. شوفوا هذا هسه العلاج الطالع يعني هذا الشريط الحب، هسه انتبهت له استوني بنات، هذا مال مقاومة تونسلين يعني مساعد سكر. انا من زمان الدكتورة كاتبت لي بس كنت ما اخذه يعني، فهسه خليته يمي بالمطبخ على مود يومية اخذ وحدة. اكو ناس تشجع عليه واكو ناس ما تشجع عليه، يقولون انه هو، اكو ناس يقول ضعفنا عليه اصلا بدون دايت وشي، واكو ناس يقولون يضعف القلب وهاي السوالف اذا استمريتوا عليه اشهر. بس انا قلت لا خل اشوف يعني شهرين هيك استمر عليه. لحد هسه يعني صراحة ما اشوف ذاك الفرق، بس شهيتي قلت للسكريات، ما اعرف شنو يعني الربط بيناتهم. هنا همين ثاني يوم غسلت هذا اللحاف عندي صيفي، غسلت مفرش التخم الشراشف. وبيومها بالليل بنات طفت الكهرباء، هسه مشغلين ضوء الشحن اوكي، وكان اروح انزل انا وزوجي، اجا من الدوام شوفوا بالوحدة ونص على مود هاي
باعوا بنات شفتوا الكاميرا شلون تغوش. فاجى على مودنا سوالنا اياها وشغل لنا المولدة، فهنا معناها الرادلنا مبردة. طلعت خبز اريد اسوي ثاني يوم الصبح، اريد اسوي يعني غدا او شي، فردت لكم الخبز بنات. هذا خبز من المخبز اوكي، يعني شوفوا شلون خالين فوق حلوات والباقي كله محترق. انا كنت ما ادري يعني بريته ورجعت خليته بالفريزر بالمجمدة، انصدمت. بعدها ثاني يوم سوقنا، رحنا للسوق يعني انا وزوجي افترينا وهاي السوالف. اشترينا السمك بس جمدته. وهنا جيت طبعا بنات اسوأ شي تسوقون وياكم اطفال، حرفيا اسوأ شي. مرات من نروح بس انا وبالجهال شايفين بنات اسوق براحتي وبهدوء، بس الاطفال ما يخلوش اريد هاي ويظل يبكي يريد يسوي. اخذت فرة هنا هاي يعني مسوينه جديد مجمع، رحنا له بس ماعين. بس تخيلون انا ما اشتريت ماعين لان لا على الكاونتر الجديد هسه الكاونتر ما يتحمل الماعين، بس اخذت يعني هيك لقطات. انا هالفتره صار الشغف مالتي مو بالماعين، صار الشغف بالجدوره والطاوات، يعني ما اعرف وش بيها الجدوره والطاوات هيك. هاي الطاوله المقسمه كلش حبيتها، سعرها 9 بس هم ما اخذتها. يعني ان شاء الله على الكاونتر على المطبخ الجديد راح اسوي كل اللي نفسي بيه واشتري كل اللي اريده ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، واشارككم كل شيء. هنا اراكم محبسي بينا، شوفوا يعني محبسي مال الطبقة المخملية. لا والله هيك شفته قدامي لبسته. سوقنا شفتوا الكاميرا، هاي الكاميرا اقصدكم عليها من ساعة المقطع ما طالع. فجبت جبن عرب لانه هالفترة يعني اريد اتريق بيه، لانه يقولون انه هذا الجبن العادي يعني اللي احنا ناخذه كله دهون واملاح وما بيه فايدة. فجبن عرب والله هو مو طعمان ما احبه كلش، بس اريد اعود نفسي عليه. سوقنا بطيخ لازم للاطفال وطبقة بيض. في صفقت البيض بنات شفت وحدة كاتبة قاطعوا البيض على مود يرخص، فضحكت قلت والله صدق بنات خلنا نقاطع على مود يرخص. مثل مرة من سووا دواجن بالديوانية كان يحرقونه، يعني ما يخافون الله حرقوه. اصلا البيض كلش رخص بالديوانية، صار يمكن طبقة البيض ب3.5 هيجي، بعدين حرقوه. رتبت الثلاجة قبل لا نطلع نسوق، انا كنت منظفتها. رتبت المسواق خليته بسلات وهاي السوالف وللثلاجة. بنات ندمت جبنا بطيخ لان الاطفال لا غدا ولا عشاء، بس بطيخ يموتون عليها والرقي. فاني مانعته يعني اصلا اقول لابوهم لا تجيب لهم، بس هو يجيب لهم. خلي اراويكم هذا مسواقي واقول لكم بيش صار. شوفوا اخذنا سباكيتي 5 وسفرة سفري كومباودر لان يعني هو يحتاجه بالكيك، لقيت بس هاي النوعية. واخذت هذين الشياسة همينة، هذين الشياسة حلوات يعني مرات اسوي زلاطة شي، فما احب بيها تصير ريحة الثلاجة هيك احس بنات يعني تصير بيها ريحة الثلاجة. فاذن الشياسة 100 بألف حلوات. واخذت هاي الخمرة همينة اول مرة اجربها، يعني ما عندهم هواي نوعيات ماركات، فهم اخذتها. خلينا نشوفها زينة لو لا بعد ما استخدمتها. واخذت سمسم لان اسوي لهم تمر بالسمسم، يعني احاول انه ما يعني تكون حلوياتهم وشي شغلات صحية على الاقل هاي الفترة هم صغار. من يكبرون بعد ما اقدر اسيطر على اكلهم بعد براحتهم شو اسوي لهم، يعني المهم هم صغار يتعودون على الشغلات الصحية. يعني ذن المعكرونة بنات تخيلوا انه ابني عنده فرق بالشكل، واذا هاي الصغار ما ياكلها. هاي الذرة قلت لكم عليها اخذت 2، كل مرة انا اخذها القطعة على 500 بس هالمرة على 750، بس حلوة يعني تستوي بسهولة. فاخذت 2 لانه هواي ظلن عندي. اخذت هذا حليب محمود مكتوب عليه فيل، ما ادري بنات ان ذا هو زين او لا، بس قلت خل اجربه يعني ايش خسرانه. واخذت الشعرية هم بنات تخيلوا هنا بس لان هسه بالعلاقة من عدا هاي الشياس وشي وياهن ذين بالعلاقة وياهن تايت وزاهي صارن 35,000. هاي الزاهي زين والله جربته زين، سعره يمكن 2000 او هيك شي. بعدها صفطت يعني خليت الشغلات بالعلب، العلب انا كنت شكو علبة فارغة كنت غاسلتها، فبسرعة رجيت خليت بيها عزلت المخضر البوتيتا البصل. وبعدها قلت خلي اقلي. بينما شوفوا اني 4 سنوات تقريبا انا ممنوعة من الباذنجان، يعني حتى لو واحد يمي يقلب باذنجان انا اتحسس بسرعة. فالحمد لله عدت هاي المرحلة، فهسه احس نفسي كلش مشتاقة له. وهذا طيب بارد بشكل فكمل العشاء. بالليل صعدت فوق شوفوا ايش قد اكتشفت هذا الشي حلو من واحد يقعد بمكان هدوء وحده. طبعا لازم بدون موبايل بنات، راحة نفسية. وهاي صار من ضمن روتيني اليومي
أصعد فوق وأبا على السما بدون أي شي. يعني أنا صورت لكم عرفت الموبايل على صفحة بيوم من الأيام، قلت لكم على أيام متعددة سويت للأطفال ريوق، وأنا شنو ريقت بنات، ريقت جبن عرب وجزر وخيار بدون خبز وشاي مر بنات بدون نقطة شكر. بعدها هاي الفاصوليا شنو سويت، نقعدها كنت من الليل كالعادة، سلقتها. شوفوا انا كل مره شنو اسوي بنات، يعني اسلقها سلقه واحده بعدين اخليها بكياسه ومن اطلعها يعني اطبخها على طبخات، بس حسيتها تصير مو طيبه يعني بنات، ما تصير بيها مونه لان على قدنا واحنا عدد قليل عرفتوا، فتصير خفيفه وهيك شي. هالمره شنو سويت، سلقتها كلها، ما اعرف وياها ايش قد كميتها يعني، وحمست لا مو بصل، ثوم ومعجون طماطة، وخليتها عليها وهو يعني مايها، يعني سويتها ثخينة كلش، هو ماي السلق، ما خليت بعدها ماي عليها ابد، وعفتها تفور. بعدها ضفت عليها ملح وهيك بنات، راح افرزها هيك احسن. فرزتها على قد احنا يعني ايش قد نريد، تقريبا صارت لي 4 طبخات او هيك اشي على قدنا، ما ضفت لها لا لحم ولا هاي السوالف، بس والله صارت كلش طيبة. يعني راح الغي هاي سالفة انه افرز الفاصوليا بدون ما اخلي لها معجون، لان بعدين تصير خفيفة. اذا سوينا كمية كبيرة تصير طيبة، بس اذا شوية لا مو طيبة، حتى لو وياها لحم مو طيبة. هنا جيت اصبين بنات، شوفوا على اساس، وهاي يمكن خليت هاي شفتشير او هيك شي، ما اعرف كم خاشوقة، بس شبعت بيها. وبعدين اكلت التمن، زاد عندي فاصوليا فأكلتها وحدها من قد ما ثخينة وطيبة. يعني أريد أحاول إنه بالدايت. اكتشفت الشغلة سمنتني، تدرون بنات شنية؟ إنه إحنا نصبهم ماعون كبير، يعني أنا وجهالي وزوجي، فما أعرف الكمية الآكلة. فهسه لغيت هاي السالفة، قمت لا أصب كل ما الماعونة على مود أعرف الكمية الآكلها إيش قد. هنا مريت على أمي يعني يصادف عصرية، فذن المواعين دائما أخمط من عندها، ألقاها بالكاونتر ألقى يا خل آخذ من عندها باي. فطبعا هاي تم ساعة تجيني، فلقيت اختي تغسل بالزوالي، ضليت اصور لها، قلت لها خلا اصورك وانتي تغسلين بالزوالي. طبعا هي ان شاء الله هاي السنه الجايه طالبه سادس، فاحنا يعني من زمان ما صار عندنا طلاب سادس، اخوي يمكن صار له 6 سنين او 7 من تخرج، فناسين اجواء الدراسه وهاي السوالف. صراحه قلت لها لا تنطينا اكبر من حجمه، يعني حال اي مرحله دراسيه. وانتم بنات اذا كنتوا طلاب سادس او عندكم طلاب بالسادس اعطوها نصيحة، هي تقرا التعليقات كلها، وان شاء الله الله يوفقها وتطلع المعدل اللي تريده. هاي شنو بنات، الفيديو راح يخلص، اندمجت وياكم كلش هواي اندمجت، وللاسف لهنا راح ينتهي الفيديو. باي باي بنات.